وكأن معاناة المهاجرين السوريين جراء الحروب والدمار لا تكفي، فصول أخرى من تصرفات لا إنسانية كانوا ضحية لها، وهذه المرة في الجزائر. أزيد من 50 مواطنا سوريا حاصرتهم السلطات الجزائرية بالتراب الجزائري على مستوى الحدود المغربية الجزائرية القريبة من مدينة فيجيغ في ظروف قاسية. أطفال ونساء عانوا الأمرين في رحلة قادتهم دون ما حسيب أو رقيب عبر التراب الجزائري. شريط الأحداث يعود إلى ليلة 17 من أبريل الجاري، حيث أفواج من المهاجرين السوريين حاولوا الدخول بشكل غير شرعي إلى التراب المغربي. رحلة طويلة اجتازوها دون أن ترقبهم أعين الصاهرين على الأمن في الجارة الجزائر، والتي ما كان لهم أن يقطعوا مسافاتها الطويلة وشعابها الوعرة دون تلقيهم لدعم ومساعدة السلطات الجزائرية. والأدهى أن الظروف المناخية هي الأخرى كانت مناسبة للرصد والتتبع. سؤال لم يعد بحاجة إلى جواب، والصورة أبلغ من أي تعليق. معطيات ثابتة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء المهاجرين السوريين عبروا التراب الجزائري وسمح لهم بالوصول إلى المنطقة الحدودية، بل المؤكد كما توضح الصورة تم دفعهم قسرا نحو المغرب. محاولة ليست الأولى للسلطات الجزائرية التي تضرب عرض الحائط قواعد حسن الجوار التي ما فتئ المغرب يدعو إليها. وهنا تبرز مرة أخرى إلى الواجهة المسؤولية السياسية والأخلاقية للجارة الجزائر أمام استغلال لمعاناة نفسية وجسدية ظن المواطنون السوريون خطأ أنها ولت إلى غير رجعة منذ أن غادروا جحيم الحرب في بلادهم، لكن فصولها وللأسف ما زالت متواصلة وإن اختلف الزمان والمكان.